صباح الخير. خلونا النهارده نتكلم شويه عن مهاره مهمه جدا، مهاره التفاوض في البيزنس. انا كنت عامل سلسله زمان اول ما بدات اعمل فيديوهات من 2000 اول 2019. بس انا مش عايز اعيد واكرر الكلام، انا بس النهارده هعمل فيديو بس. كده انا كنت عامل سلسله حوالي مش فاكر كام فيديو، ممكن ترجعوا لها. بس عايز اتكلم في نقطه مهمه، في اخطاء كتير جدا بيقعوا فيها الناس في اثناء عمليه التفاوض. خليني ابدا احكي القصه الاول وبعدين ادخل في الموضوع. زمان كنت مدير مشروع، والعميل طلب مننا تعديلات في وسط المشروع، طلب تعديلات جوهريه في المشروع. وطبعا دي فرصه اي مدير مشروع ان هو يطلب فاريشن اوردر، يطلب امر تعديل وامر تغيير. وفي التفاوض انت بتدور على الكروت اللي تقدر تلعب بيها مع العميل. فانا كان معايا عامل واحد او كان معايا كارت واحد بس، اللي هو عامل الوقت. انا كنت متاكد ان العميل ما عندوش وقت انه يتفاوض معايا، ما عندوش وقت ان هو ياخد ويدي معايا ويطلب ديسكاونت. فانا لعبت على الكارت ده بس، مع ان العميل كان عميل قوي، والاند يوزر مالك المشروع كان قوي. لو كان دخل الاند يوزر معايا برضو كان عامل ستريس عليا وعمل ضغط عليا. فانا خدت الكارت ده ولعبت بيه، حطيت السعر اللي انا عاوزه، وفعلا العميل من اول مره، من اول مكالمه تليفون، وافق على السعر لانه ما عندوش وقت. آه، انا لعبت على الكارت اللي معايا، بس هو العميل غلط. الوقت ده هو غلط. هو لو كان ادى لنفسه شويه فرصه ان هو يتفاوض معايا على الاقل يومين ثلاثه، على الاقل ممكن يعمل هوم ورك بتاعه، ويجيب اسعار التعديلات اللي هو عاملها دي علشان يعرف ايه سعر السوق، وهل انا سعري كان مبالغ فيه. بصراحه يا جماعه انا كان سعري كان مبالغ فيه شويه. تمام. وانا كنت بعدها بفتره طويله كده اما بدات اعي للمواضيع وابتدي اعيد نظري في بعض المواضيع، عرفت او تيقنت ان انا عملت حاجه غلط. بس ده مش موضوعي دلوقتي، ان انا كنت طلبت سعر مبالغ فيه. انا موضوعي دلوقتي في التفاوض، ان العميل غلط ان هو ما تفاوضش معايا، ما خدش وقته ان هو يبتدي يتفاوض معايا، وان هو يبتدي ياخد ويعمل ستريس عليا، ويبتدي يستخدم كروت الضغط بتاعته. فانا في الفيديو دوت عاوز اتكلم شويه عن شويه اخطاء الناس بتقع فيها في اثناء عمليه التفاوض. طب بصوا يا جماعه، التفاوض مهاره زي اي مهارات، اي حد ممكن يتعلمها. في ناس عندهم مهاره التفاوض بالفطره، تمام. لكن حضرتك ممكن بشويه مجهود بسيط وشويه قرايه في الموضوع هتقدر تكون مفاوض جيد. انا عايز حضرتك تكون مفاوض، تدي امبريشن وتدي انطباع للراجل اللي انت بتتفاوض معاه ان انت راجل بروفيشنال، راجل محترف. ادي انطباع كويس. التفاوض يا اما هتاخد اللي انت عايزه، يا اما ممكن ما تاخدش اللي انت عايزه، يا اما ممكن نو ديل خالص، ممكن ما نعملش اي اتفاق ما بيني وما بين الشخص الاخر. بس على الاقل لازم تدي انطباع قوي جدا عن نفسك ان انت راجل بروفيشنال، راجل مفاوض جيد، راجل بيعمل الهوم ورك بتاعه وبيحضر نفسه لاي عمليه تفاوض. اي عمليه تفاوض يا جماعه اساسها ان انت حضرتك مش في اثناء عمليه التفاوض، لا، قبل عمليه التفاوض انت لازم تهيئ نفسك لعمليه التفاوض، لازم تعمل الهوم ورك بتاعك، لازم تعمل اعداد لعمليه التفاوض بتاعتك. هي 90% او 80% من نجاح عمليه التفاوض اللي انت بتعمله قبل عمليه التفاوض. خلي بالك، لازم تكون مذاكر العرض بتاعك كويس قوي. انا كنت بقعد مع ناس وابتدي، انا طبعا قبل ما بقعد مع مورد مثلا باعت لي عرض سعر، بكون مذاكر العرض بتاعه وابتدي اطلع له النقط اللي انا عايز اتكلم فيه. فكنت بفاجئ ببعض الناس ان انا ممكن الراجل بتاع السيلز اللي جاي، الراجل بتاع المبيعات، بساله على بعض الاسئله هو مش هو اول مره يشوفها. فيا جماعه، من ضمن اساسيات التفاوض الجيد ان انت حضرتك لازم تكون مذاكر العرض بتاعك كويس جدا، وعندك اجابه على كل سؤال. طبعا في بعض الاجوبه انا متاكد مليون في الميه ان انت ممكن ما تكونش كراجل بتاع سيلز. مثلا انا بدي اكزامبل، راجل بتاع سيلز ممكن يكون في حاجه تكنيكال قويه جدا انت مش عارفها، حاجه فيري تكنيكال، لازم انت محتاج ترفع سماعه التليفون تكلم الراجل التكنيكال بتاعك في المكتب. ماشي، دي مقبوله جدا. انما في بعض الحاجات في شروط الدفع، في السعر، لازم دي حضرتك تكون محضر أجوبة قبل ما حضرتك تروح. طيب، لازم تكون متأكد أو حاطط في مخيلتك إن الطرف الثاني مهمته الأولى إن هو يشككك في العرض بتاعك، إن هو يبتدي يتفاوض معك، إن هو يبتدي يطلع فيه أخطاء. ده طبيعي جدا، ولو ما عملش كده يبقى فيه مشكلة أو هو مقصر في شغله. فأما يبتدي يشكك في العرض بتاعك ويبتدي يطلع بعض نقاط الضعف، ده شيء عادي جدا.
فلازم حضرتك تكون مهيئ نفسيا، ما تاخدهاش على كرامتك ان هو بيبتدي يفعص في العرض بتاعك ويطلع فيه اخطاء. لازم تكون محضر نفسك ومهيئ نفسك نفسيا ان انت هتتقابل برفض، هتتقابل باعتراض، هتتقابل بكلمة لا. فكل الحاجات دي طبيعية جدا، ولازم تكون انت شخصيا متدرب عليها ومهيئ نفسك عليها. في نقطة مهمة جدا عايزك حضرتك تتأكد منها مليون في المية. كل الناس اما تيجي تتفاوض معاها، حتى انت شخصيا بتستخدم الكلمة دي، يقول لك انا عايز اوصل معاك لوين وين سيتويشن، علاقة مكسب بيني وما بينك. انا عايز اقول لك 90%، لا بلاش 90%، 99% من الناس اللي بتقول الكلمة دي هي لا تعنيها بالمرة. هو بيقولها بلسانه، انما هو من جواه عاوز يوصل لاكتر مكسب، بغض النظر انت هتكسب او هتخسر. فخلي الموضوع ده keep in your mind، ان انت الناس هتقول لك وين وين سيتويشن، بس هما يعني شيء مختلف خالص. فانت حضر نفسك من الاول علشان توصل لاحسن ديل ممكن حضرتك توصل. طيب خلونا نتكلم في بعض الاخطاء اللي انت حضرتك ومعظم الناس ممكن تقع فيها. اول خطأ، لما الشخص التاني يقول لك تقدم له اوفر، تقول له هو ده احسن اوفر عندك، وهو بيقولها من منطلق ان هو بيضغط عليك وعاوز ياخد تنازل منك من البدايه، من قبل ما يعمل اي حاجه. فلما حد يقول لك السؤال دوت ده احسن اوفر عندك، قول له اه ده احسن اوفر في الظروف اللي احنا فيها، بالموديل اللي احنا فيه، بالطلبات اللي انت طالبها. انما لو انت حضرتك عاوز تعدل فيه، عايز تغير فيه، عايز تعدل في الموديل دوت، اه طبعا عندنا عروض احسن، انما ده احسن عرض في الموقف اللي احنا فيه وفي الظروف اللي احنا فيها. فده اول رد، وده رد سياسي جدا، ورد فيري بروفيشنال جدا، وبيدي انطباع للعميل لا في هات وخد. انما العرض بتاعي العرض بتاعي ده جيد، ما ت... وبتدي له انطباع ان انت راجل، يعني راجل مفاوض قوي. تاني غلطة ممكن الناس تقع فيها، انت حضرتك مقدم اوفر بيونت مثلا ثمنها سي، انت مقدم يونتس ثمنها $6000، فالعميل عايز ياخد منك احسن مكسب، فيقول لك بص انا ممكن اخد منك 2، بس هاخد 2 منك ب10. هو عاوز يقلل $1000 على كل يونت من اللي انت هتقدمها. فانت ما تندركش للموضوع دوت. انت رايح تبيع له يونت واحده، فخلي بالك، قول له، ابتدي قول له طيب هو رقم 10 مهم ليه؟ انت قلت له ان اليونت دي ب 6000، هو قال لك لا هناخد 2 ب10. قول له طب هو رقم 10 ده مهم بالنسبه لك ليه؟ ممكن نشتغل على الرقم دوت $10000 دوت، ونعدل في العرض بتاعنا. خلي بالك انت هنا بتحافظ على قيمه اليونت بتاعتك، على الفاليو بتاع العرض الاولاني اللي انت قدمته، علشان ما تتقدمش فيه تنازلات من البدايه. قول له رقم ال10 ده مهم ليك ازاي، خلينا نشتغل مع بعض، وابتدي اديك اوفر. وابتدي طبعا انت هتبتدي تقلل، مثلا ممكن تقلل في الكواليتي بتاعت اليونت بتاعتك، تشيل منها بعض الفيتشرز عشان توصل للرقم 10 بتاعته، بس ما تديش ديسكاونت من غير ما يكون في شيء في المقابل. برضو من ضمن الاخطاء، هتلاقي الشخص التاني اللي بيفاوضك بيبتدي يسأل أسئلة كتيرة، بيسموها open ended questions، اللي هي أسئلة إجاباتها مفتوحة. بيديك فرصة ان انت، او بيجبرك ان انت تتكلم كتير. خلي بالك من ده فخ من الفخاخ، ان هو عايز منك ان انت تتكلم كتير، وكل ما تتكلم كتير هو بياخد منك وبيبني على الكلام اللي انت بتقوله علشان يوصل لنقطة هو عاوزها. فما تسأل أسئلة كتير open ended questions زي ما بيقولوا، حاول ان انت تجاوب بإجابات مقتضبة، وترجع العميل او ترجع الشخص التاني للمين ستريم او العرض الاساسي بتاعك. ما تحاولش ان انت تندرج الاجابات على الاوبن اندد كويستشنز دي، عشان هي مش في صالحك. لما العميل او الشخص التاني يبتدي يطلع مميزات وعيوب واخطاء في العرض بتاعك، ارجوك خليك هادي، ما تاخدهاش على اعصابك. لو في خطأ في العرض بتاعك اعترف بيه، لو في مميزات قول له ابتدي اتكلم في المميزات، لكن اوعى تجادل في حاجة غلط. ده بيدي انطباع عنك، لو انت بتجادل في الغلط بيدي عندك انطباع مش كويس، وما بيدكش فرصة ان انت تسمع للعميل مظبوط. انت في الاخر انت بتقدم اوفر علشان تخدم العميل دوت، فاسمعه كويس، اسمع اعتراضاته كويس قوي علشان تقدر تديله احسن عرض، وانت حضرتك برضو توصل لاحسن ديل معاه. لما انت حضرتك تكون مقدم اوفر بسعر ما، والعميل يقول لك لا بدل 100 انا عايز اخد منك الموضوع ده ب 75،
وتبتدي تتفاوض معاك، والعميل في اللحظه دي يقول لك ايه، طب خلينا نقسم البلد نصين، بيقولوها ايه، سبريد ذا ديفرنس، خلينا نقسمها نصين. خلي بالك العميل هو عاوز يجرك على الرقم الاقل، انت مدي 100، انت عارض 100 وهو عايزك 75، هو عايز يجرك على الرقم الاقل ويبتدي يتفاوض من عنده. لا، انت خلي بالك من الموضوع ده، خلي نقطه الريفرنس بتاعتك هو الرقم الكبير بتاعك ال 100 مش ال 75. دايما فكروا ان انت مقدم 100 مش مقدم 75، هو اللي قال 75 مش انت. وابتدي تنازل سنه سنه ببساطه، تنازل، انما ما توصلش ان انت تبتدي من نقطه ال 75 وتبتدي تطلع معاه، لا العكس، ابدا من الرقم العالي من ال 100 وابتدي انزل معاه سنه سنه لحد الرقم اللي انت محتاجه او الرقم اللي انت شايفه عادل بالنسبه لك. في نوع من انواع الضغط اللي بيمارسه عليك الطرف الثاني، ان انت بعد ما تقدم له الاوفر بيجي كده بكل بساطه، مثلا ممكن بحده يقول لك انت بتهرج، انت جاي تهرج. بص، دي كلمه بتتقال يا جماعه، مش ما تاخدهاش ان هي اهانه. يقول لك لا انت يو ار كيدنج مي، ماشي، فما تاخدش الموضوع ده اهانه عليك او اهانه على شركتك، لا لا. انت انسى الموضوع، قول له طب ايه المشكله، ايه اللي خلاك ان انت مستغرب قوي، وابتدي اتناقش معاه، ابتدي جره لمناقشه، مش ان انت تتجر لان هو بياخد عليك او بيمارس عليك ضغط ما علشان تبتدي تعمل تنازلات. لا، ابتدي انت جره معاك لحاجه عقلانيه جدا، افهم منه ايه هو اللي ايه اللي مستغرب في الاوفر بتاعي، السعر ولا الكواليتي ولا شروط الدفع ولا ايه، وابتدي تتكلم معاه ورجعه للمسار بتاعك والتراك بتاعك بدون ما حضرتك انت تتنرفز. في خطأ شهير يا جماعة كل الناس، معظم الناس بتقع فيه. انت حضرتك دخلت مفاوضات مع شخص ما من غير ما تعرف هو مين اللي معاه الابروفال النهائي، مين اللي بيوافق. هل في بعد الشخص ده في شخص تاني لسه في مفاوضة؟ انت ممكن تاخد في مفاوضات طويلة جدا مع شخص، وبعد ما تكون اتفقت معاه على كل حاجة واديته الخصومات اللي هو عاوزها واتفقتوا على كل حاجة، يقول لك معلش بس انا محتاج موافقة المدير بتاعي. في اللحظة دي يا جماعة انت هتبقى خسران، لان المدير بتاعه مش هيقبل الموضوع من اول مرة. انا بقول لك مليون في المية المدير بتاعه هيطلب منك خصم، هيطلب منك تنازلات، شروط دفع احسن، هيبتدي يطلب منك اي طلبات علشان هو مش هينفع يوافق من اول مره. هو السيستم كده في الشركات، المدير بيجي له الاوفر او بيجي له اخر ديل الموظف بتاعه اللي هو مرؤوسه اللي عمله ولازم يطلع فيه ملحوظات. فانت حضرتك ما تتنازلش عن كل حاجه مع اول شخص، لازم تفهم الابروفال سايكل ماشيه ازاي، الموضوع الاعتمادات ومين اللي بيمضي في الاخر ماشي ازاي، علشان تعرف ان في شخص في الاخر هيطلب منك طلب، فانت تكون محضر نفسك وتكون حاطه عندك في الدرج علشان اما يطلب تديله حاجه، انما ما تتنازلش عن كل حاجه، ما تديش خصومات، ما تغيرش في الاوفر بتاعك مع الناس اللي انت قاعد معاهم وانت ما انتش عارف ان في شخص وراهم تاني هيدي الابروفال النهائي. في لعبه هتتلعب عليك اللي هو بيسموها الجود كاب والباد كاب، الجود جاي والباد جاي والجود جاي، اللي هو هيكون في شخصين بيتفاوضوا معاك، واحد كويس قوي، واحد متهاون معاك، وواحد بيشد عليك وبيرفض وممكن يكون بيتنرفز دي لعبه بتتلعب، وده اتفاق بيتعمل ما بين شخصين، خلي بالك اللي انت بتتفاوض معاهم. فانت رد فعلك، انا انصحك ان انت يعني لو انت عارف ان في شخصين هيتفاوضوا معاك، لا ما تروحش لوحدك، روح مع شخص تاني يلعب نفس الموضوع، العب عليهم نفس اللعبه برضه، الجود جاي والباد جاي. ان اما الشخص التاني اللي بتفاوض معاه يبتدي يتنرفز، يبتدي يطلب طلبات ويبتدي يعترض، الشخص برضه اللي انت جايبه بيلعب بنفس الدور الباد هيبتدي يشتبك معاه، فانت تبتدي تهدي، والشخص التاني اللي هو الجود جاي فزي ما بيقول لك ايه، حارب النار بالنار، تمام، او كافح النار بالنار. فما تروحش تتفاوض مع لوحدك، حاول تجيب معاك حد شخص تاني يلعب نفس الدور علشان في الاخر تطلع باحسن دي. في برضو من ضمن وسائل الضغط، هتلاقي الشخص اللي انت بتتفاوض معاه هيبتدي يطلب طلبات، او بلاش هيقول طلبات، هيقول كلام ملوش اساس، هيقول سعر ملوش اساس، هيقول حقائق ملهاش اساس. في اللحظه دي اوعى تتقبل الموضوع بسهوله كده، لا، ابتدي يرجعه وابتدي يساله عن الريفرنس بتاع الكلام اللي بيقوله خليه يتكلم كلام عقلاني.
كل ما يقول كلام ملوش اي معنى او ملوش اي ريفرنس ابتدي يرجعه تاني للتراك. انما ما تكلموش على الكلام او تبتدي تتكلم معاه وتبتدي تناقش معاه في ارقام ملهاش او حقائق ملهاش اي اساس من الصحه. انت اساله وخليه هو يرجع، قول له ايه الريفرنس بتاعك. لو حاجه ملهاش ريفرنس ما تناقشهاش من اساسها. في برضو من ضمن وسائل الضغط، قعدنا نتكلم في الاوفر، في طلبات، وانت ملاحظ ان كل شويه يطلبوا طلب، يطلبوا منك ان انت تتنازل عن حاجه. ولو حضرتك كل ما يطلب طلب انت بتتنازل، هيطلب طلب تاني وهيطلب طلب تالت ورابع. علشان توقف السلسلة دي من الطلبات اللي مش هتقف، لازم حضرتك كل طلب يطلب منك او كل تنازل يطلب منك يبقى فيه مقابل له حاجة. هو طلب ديسكاونت، فانت قول له طب ماشي، انت عايز مني ديسكاونت 10% او 15%، طيب زود لي الدليفري تايم او الوقت بتاع المشروع لمدة شهر. هو هنا هيحس كل ما يجي يطلب منك طلب او يطلب منك تنازل، انت بتطلب منه طلب تاني في المقابل. ففي اللحظه دي هيتيقن ان انت مش ان انت مفاوض قوي، فهيتوقف عن العمليه دي خالص. كل ما يطلب منك تنازل في المقابل اطلب منه حاجه. في مشكله كبيره برضو بتحصل في المفاوضات. المفاوضات بتاخد وقت طويل جدا، وفي لحظه ما بتلاقي ان الاشخاص دول مش مهتمين او مش مدين لك اي انطباع ان هم عايزين يخلصوا، مش عايزين يكونكلود الموضوع، مش عايزين يوصلوا للكونكلوجن، مش عايزين يدوا لك الامر السعر بتاع او سوري مش عايزين يدوا لك البي او امر الشراء بتاعك. اوعى تندرج ان انت تتفاوض في مفاوضات لا نهائيه ملهاش وقت. لا، في لحظه ما لازم حضرتك تقف وتقول لهم وتحذرهم. هنا لازم حضرتك تحذر طبعا بطريقه بروفيشنال. يا جماعه انا مش هقدر ان انا اتفاوض اكتر من كده. الاوفر او الفاليديتي بتاعت العرض بتاعتي، مده مش الفاليديتي بتاعت العرض بتاعتي هي مدتها قربت تخلص، فاضل لها اسبوع وتخلص. ولو الاسبوع ده خلص انا هتكون مضطر ان انا اعمل عرض جديد من اول وجديد ونبتدي مفاوضات من اول وجديد. هنا بتدي له تحذير ان كل الوقت دوت اللي هو ضيعه هو ممكن برضه هيضيعه عليك تاني، وانت حضرتك هتضيع وقتهم تاني. فانت بتدي له هنا تحذير ان هو لا، لازم الموضوع يتحسم في خلال اسبوع والا هنبتدي مفاوضات من اول وجديد. اوعى تندرج في مفاوضات ملهاش اول ولا اخر. في برضو من ضمن الحاجات، ما انا ما اقدرش اقول ان هي اخطاء، هي مدارس. في ناس بتحب اما تيجي تتفاوض تسيب المواضيع الصعبة للاخر، وفي ناس مدرسة تانية بتحب ان هي تناقش المواضيع الصعبة في الاول خالص علشان نحسمها. انا من المدرسة دي. لا، ان انت في ناس بيقول لك لا طب حاول تبني وتمشي في المفاوضات وتبتدي تاخد موافقات لحد ما نوصل للموضوع الصعب. انا بقول لك لا، ناقش المواضيع الصعبة من الاول، لان ممكن انت حضرتك تاخد في مفاوضات طويلة جدا والناس تستثمر وقت ومجهود ويستثمروا وقت ومجهود معاك، وانت متخيل ان في اخر لحظة ان هم هيمدوا. لا، ممكن في اخر لحظة موضوع السعر يبوظ الدنيا خالص. فانا بقول لك الافضل، انا من مدرسة ان الحاجات اللي هي الصعبة تتناقش في الاول، علشان لو في اعتراضات من البدايه كنا عارفينها. كل الناس اللي على الترابيزه عارفه ان مثلا موضوع السعر هو ده اهم موضوع، ومش هنتفتح من عند النقطه دي لحد ما نحل. فانت ما تسيبش المواضيع الصعبه للاخر لان هي ممكن تبوظ لك كل. برضو من ضمن الحاجات والوسائل الضغط اللي ممكن يمارسها عليك الضغط التاني، انه هيطلب منك طلب غير معقول، غير منطقي، طلب صعب جدا. فانت بدل ما حضرتك تتوتر وتبتدي تناقشه بالطلب الصعب دوت، لا 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 خالص خالص، انت قلب عليه الترابيزه وقول له طيب معلش ساعدني علشان اقدر اجاوبك على الطلب اللي انت طالبه ده. لو انت مكاني ممكن تنفذ الموضوع اللي انت طلبته ده ازاي. مثلا طالب منك، انت مقدم له اوفر وطالب منك سعر، هو طالب منك سعر مستحيل ان هو يتعمل. قول له طب تعالى هات كده بالورقه وقلم، حضرتك خد الورقه وقلم كده واعمل لي بريك داون كده، انت ممكن توصل، انت حضرتك توصل للسعر ده ازاي. اقلب الموضوع عليه، رجعه ان هو يتكلم بكلام منطقي علشان يعرف ان هو طلب انت عايز توصل له نقطه، او عايز توصل له ملحوظه، او عايز توصل له فكره ان الطلب اللي انت طالبه مستحيل ان هو يتعمل. فخلينا نتكلم كلام عقلاني عشان نقدر نكمل مع بعض. طبعا وانت بتتفاوض هتلاقي في حاجات كده، طلبات جانبيه وطلبات هامشيه كتيره كده بتتقال في الجنب.
حاول دايما دي، خلي بالك هدفها التشويش لا اكثر ولا اقل، وان هم بياخدوا منك احسن ديل. فالطلبات الجانبيه ديت اقول له ماشي، خلينا نكتب الطلب الجانبي ده اتكلم فيه في الاخر. ودايما لازم ترجع الطرف الثاني للمسار الرئيسي والمسار المفاوضات الرئيسي، علشان ما حضرتك لا تتشتت في حاجات ملهاش اي لازمه، حاجات هامشيه، حاجات جانبيه مش هتفيد قوي كتير. اكتر وسيله ضغط ممكن تتمارس عليك وهتسمعها كتير اللي هو take it or leave it. حضرتك قدمت اوفر، هم قالوا رفضوا الاوفر بتاعك وقال لك لا احنا بقى عايزين السعر دوت اكس، وافق او ما توافقش توكل على الله. خلي بالك في الغالب لازم تكون متاكد بدل ما تتوتر، في الغالب هو بيعمل ستريس عليك، ان هو بيقول لك انا مش عايز دي. انت برضو لازم تفهمه ان انت فاهم كده، وتجاهل اول الموضوع دوت، تجاهل التحذير تيكت ليبت دوت. قول له ماشي خلينا بس نركز شويه في الاوفر، ان احنا نوصل الاوفر لاحسن وضع يرضي جميع الاطراف. انسى خالص موضوع تيكت ليبت ده، في الاخر هو عايز يتفاوض معاك، طول ما هو قاعد على الترابيزه هو عاوز يتفاوض معاك. انسى الموضوع ده خالص، هو بيمارس عليك ضغط. انت رجعه للموضوع الاساسي وخلينا نتكلم في الاوفر الاساسي عشان نوصل لاحسن عرض ليا ولحضرتك. دايما هيجي يقول لك برضو دي كلمه هتسمعها كتير، هيقول لك لا ما المنافس بتاعك في السوق سعره ارخص. مفيش مشاكل خالص ان المنافس بتاعي في السوق يكون سعره ارخص، بس انا عندي مبرر للسعر الغالي بتاعي. لو انا مقدم سعر غالي، انا مقدم كواليتي احسن، عندي افتر سيلز سيرفيس احسن، عندي مركز خدمات احسن، الدليفري بتاعه هيكون اسرع. دايما في مبررات او في اسباب للسعر الغالي، فعادي خالص ان انت تسمع ان في سعر ارخص من سعر، طبيعي جدا يعني. وخليني اقول لك اخر نقطة خالص، في ناس بتقع فيها، اوعى تقبل موافقات او اتفاقات شفهية. كل حاجة لازم تتكتب. حضرتك وصلت معاهم لحاجة لازم تتكتب، لازم تسجل. المثل الانجليزي بيقول لك ايه؟ if it is not written down it doesn't exist. لو مش مكتوبة هي مش موجودة. فخلي بالك لازم دايما كل حاجة تتفق معاها لازم هتتكتب وتبقى مكتوبة وكل الناس موافقة عليها وماضية. هي دي بعض الأخطاء اللي الناس بتقع فيها. خلي بالك من المواضيع ديت، ودايما حضر ردود الحاجات دي قبل ما تروح، هتفرق معاك جدا. السلام عليكم.